مشاهدينا الاعزاء، مساء الخير واهلا ومرحبا بكم معنا لقاء جديد وحلقه جديده وبرنامجكم استاد اسكندريه. اليوم كانت ختام مباريات الاسبوع رقم 25. بنهايه مباريات اليوم الاهلي بيعتلي قمه الدوري 52 نقطه والزمالك 50 نقطه. لاول مره منذ بدايه الدوري الاهلي بيعتلي قمه الدوري في البطوله المفضله والمحببه لدى الاهلي، ليتفوق على الزمالك بعد تعادل الزمالك بالامس مع طلائع الجيش بدون اهداف. الدوري ما زال لسه، يعني يمكن الاهلاويه طبعا بيتفائلوا، وبالنسبه لهم ان اعتلاء قمه الدوري في دافع كبير طبعا للاعيبتهم، لكن لسه الاهلي عنده لقاء مع الاسماعيلي وعنده لقاء مع الزمالك. من الصعب ان احنا نقدر نقول انه حسم بطوله الدوري ولا لا، لسه طبعا بدري. لكن الاهلي، الواقع ان الاهلي لاول مره منذ بدء المسابقه بيعتلي قمه الدوري. مباراه يمكن كانت جيده، انبي لعب الشوط الاول شوط رائع، لكن جوزيه عدل في طريقته. يمكن هنتكلم بشيء من التفصيل في حلقتنا النهارده. عدل وتراجع عن الطريقه اللي كان بادي بيها المباراه، ولعب مع التبديلات اللي عملها الشوط الثاني، فكان الاهلي هو الافضل وهو الاخطر، وقدر يحقق هدفين عشان يفوز في اللقاء 2-1 على انبي. هنتكلم وهنشوف برضو فرق اسكندريه وترتيبهم، ونظره سريعه كده على الدوري حتى الاسبوع رقم 25 من خلال حلقتنا وضيفنا اليوم، بجانب فقراتنا المحليه والعالميه اللي بنختارها لحضراتكم من دائما واللي بنبدا بيها. ايضا النهارده في حلقتنا هنقدم لكم اجمل 30 هدف في مسابقه الدوري حتى الان، وزي ما تعودنا اسره يوم الثلاث عشاق الكره العالميه بيبقى معانا فقره خاصه بيهم. النهارده نجيب فقره عن تاريخ فريق برشلونه باعتباره من افضل الفرق العالميه على مدار التاريخ. هنشوف كرويف ومارادونا وروماريو ورونالدينهو واهدافهم مع برشلونه عبر التاريخ، فقره تاريخيه لمحبي الرياضه العالميه، بجانب طبعا المداخلات التليفونيه ولقاءاتنا عبر الهاتف مع المهتمين عن الرياضه في اسكندريه. ده موضوع حلقتنا. فاصل ونبدا باهم الاخبار اللي اخترناها لحضراتكم اليوم. بنبدأ أخبارنا بتصريح للدكتور عفت السادات رئيس نادي الاتحاد. بيرى الدكتور عفت السادات رئيس نادي الاتحاد السكندري أن فريقه سيبقى في بطولة الدوري هذا الموسم إذا وصل للنقطة رقم 29. وقال السادات في تصريحات خاصة لموقع يلا كورة أن الفرق التي تنافس الاتحاد السكندري على الهبوط حققت في نفس الجولة نتائج سلبية، وبالتالي أرى أن فريقي لن يهبط إذا وصل للنقطة 29. أضاف أن الاتحاد بيحظى بشعبية جماهيرية عريضة في كل مكان، وأتمنى من كل قلبي أن يحقق في مبارياته المتبقية من عمر المسابقة نتائج جيدة حتى يبتعد عن المنطقة الخطرة بالجدول. طالب الدكتور أيضا من الجمهور مساندة اللاعبين والجهاز الفني بكل قوة حتى يحققوا الهدف المطلوب منهم، وهو تحقيق الانتصارات في المباريات الباقية. يعني الدكتور رأفت يمكن من اول ما تولى في حاله من التفاؤل، رغم ان الاتحاد يعني بسرعه كده فاذكركم بالمباريات اللي جايه، باقي له لقاء مع انبي والاسماعيلي والزمالك والمقاولين وسموحه. شفنا انبي طبعا النهارده والاسماعيلي والزمالك بينافسوا على بطوله الدوري، مباريات طبعا غايه في الصعوبه. بنتمنى الكلام ده يتحقق والاتحاد يظل في جدول الدوري للموسم القادم. الخبر الثاني، نفى الحكم الدولي محمد فاروق أن يكون قد تعرض لأي إيذاء من التوأم حسام حسن المدير الفني للزمالك وإبراهيم حسن مدير الكرة قبل وأثناء وبعد مباراة طلائع الجيش. قال محمد فاروق أن التوأم لم يوجهه لي أي هجوم أو انتقادات، وكل ما تردد عكس ذلك ليس له أي أساس من الصحة. وتابع شهادة لوجه الله سبحانه وتعالى، حسام وإبراهيم كانت معاملتهما معي طيبة للغاية، ولم يعتد علي بأي شكل من الأشكال. اختتم فاروق تصريحاته قائلا: التحكيم المصري بخير، ولا بد أن يتكاتف الجميع حول الحكام في الفترة القادمة. نقدر برضو يعني نقول خبر كده أو نضم صوتنا لصوته، حكام الأسبوع رقم 25، وبرضو هنتكلم عن التحكيم. أعتقد نسبة تحكيم حكامنا المصريين كانت أدائهم يمكن أفضل من حكام الأجانب اللي جم في الأسبوع رقم 24. أكد أحمد سمير فرج لاعب نادي الإسماعيلي أنه لم يوقع للنادي الأهلي، ولم يقابل حازم الهواري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، وأن عقده مع الدراويش يتبقى فيه عام آخر. أكد سمير أنه لم يوقع للأهلي، وأن كل ما يتردد في الإعلام لا يعدو كونه شائعات ليس لها أي أساس من الصحة. إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الزمالك بيرى أن الجهاز الفني للفريق واللاعبين أدوا ما عليهم في مباراة طلائع الجيش الأخيرة،
مشيرا إلى شعوره بتحقيق الفريق لنتائج أفضل فيما يتبقى لهم من المباريات. وقال حسن في تصريحات له على الموقع الرسمي لنادي الزمالك أن الجهاز الفني واللاعبين أدوا ما عليهم في اللقاء، وصف نتيجة التعادل بأنها عالم كرة القدم، وذلك في إشارة إلى ضرورة تقبل الجماهير للأمر. وأضاف حسن أن لديه شعور كبير بأن الفريق سيعوض هذا الإخفاق فيما تبقى له من مباريات في الدوري، مطالبا الجماهير باستمرار المساندة والمؤازرة حتى نهاية البطولة. ورفض حسن التعليق على حكم اللقاء محمد فاروق، تاركا الأمر للخبراء والمحللين. يعني شيء جميل الجهاز الفني يحاول يفهم الجماهير وعشاق كرة القدم أن الفوز والهزيمة وجهان لعملة واحدة، وأمر وارد في عالم كرة القدم. الكاميروني اوتوبونجو اللي كان بيلعب في نادي الاتحاد السكندري والمنتقل حديثا إلى صفوف فريق الهلال السوداني، شن هجوم عنيف على اللاعبين المصريين مؤكدا أنهم غير متعاونين على عكس اللاعبين السودانيين. وقال لاعب الاتحاد السابق: من خلال مسيرتي مع فريق الاتحاد تبين لي أن اللاعب المصري غير متعاون. وتابع ذلك على عكس اللاعب السوداني الذي يلعب الكرة فقط بدون التفكير في أشياء أخرى خارج المستطيل الأخضر، وهذا ما حدث مع سادومبا الذي عاونه زملائه السودانيين في الهلال. المهم أن أوتوبونج يعني محدش سمع عنه قبل ما يجي لمصر، ما كناش نعرفه طبعا قبل ما يجي لمصر، وان الاهداف الكتير احرزها مع فريقه هنا الاتحاد طبعا كانت بتعاون مع زملائه المصريين. ويعني يظهر ان هو طبعا عايز يرضي، ده اللي بيقوله طبعا الخبر او اللي بيقال في الخبر، عايز يرضي السودان باعتباره او السودانيين باعتباره طبعا انتقل الى الهلال السوداني. السويسري ميشيل دوكاستيل مدرب الزمالك السابق والذي تولى حديثا مهمة تدريب الوداد المغربي استعدادا لقيادته في البطولات المحلية ودوري الأبطال الأفريقي، قال أنه جاهز لخوض المغامرة الأفريقية في دوري الأبطال رغم تواجد فريقه بمجموعة الموت. يلعب الوداد ضمن المجموعة الثانية في ربع النهائي في دوري الأبطال، وذلك إلى جانب كل من الأهلي المصري والترجي التونسي والمولودية الجزائري. اللاعب الجزائري أمير سعيود صانع ألعاب النادي الأهلي الشاب، وقال أنه سعيد بالتواجد داخل النادي الأهلي، ومؤكدا على رغبته في البقاء ضمن صفوف القلعة الحمراء حتى يحقق إنجازات كبيرة مع الفريق. قال سعيود لجريدة الهداف الجزائرية أنه لن يترك الأهلي بدون المساهمة في الحصول على البطولات ووضع بصمة مع الفريق، وأنه يحلم بالاحتراف الأوروبي واللعب لصفوف أياكس أمستردام أو الأرسنال. موقع نادي الاتحاد وصف لقاء بتروجيت أمس بأنه تعادل بلا طعم في مباراة ظهر خلالها الفريق بشكل باهت وأداء سيء لا طعم له ولا لون ولا رائحة، ووسط حضور جماهيري للسويس فقط، فيما حضر أقل من 10 مشجعين للاتحاد يرتدون ملابس بتروجيت. وطوال اللقاء كانوا يشيرون بإشارات تضامن مع زملائهم المحبوسين حتى عقب إحراز الاتحاد هدف التعادل. يعني موضوع برضو يمكن هنتكلم عليه بشيء من التفصيل، اللي في إشارة النادي الاتحاد بيحاول أن هو يتدخل في الإفراج عن المحبوسين. طبعا لابد من محاسبة يعني اللي أدى خطأ لابد أنه يحاسب عليه طبعا. مسؤول النادي المقصة نجحوا في التعاقد رسميا مع أمير إسماعيل صانع ألعاب دمنهور لمدة 4 سنوات قادمة. يبلغ أمير إسماعيل من العمر 26 عاما ويتمتع بإمكانيات بدنية وفنية عالية ستجعله إضافة قوية لفريق المقصة. كابتن طارق يحيى المدير الفني للمقصة أشاد كثيرا بقدرات اللاعب البدنية والفنية، وأكد أن اللاعب سعيد للغاية بالانضمام إلى ناديه الجديد. مشاهدينا الأعزاء، دي كانت يمكن أهم الأخبار المحلية المتعلقة بفرق الدوري العام الدوري الممتاز لكرة القدم. فاصل ونستأنف فقرات حلقتنا اليوم مع ضيفنا. اسلام الشاطر على الأرض لمحمد حليم اسلام الشاطر أمامية داخل منطقة خطر جدا بالرأس أحمد حسن مكي يهز الشباك ويحرز أول الأهداف. الهدف الأول لفريق حرس الحدود. سلامة مع إسلام يعملها عرضية يسقطها داخل المنطقة، يدخل على طول أحمد حسن مكي بالرأس يلعبها على يمين هيثم محمد. ادي اللعبة على طول تتلعب تباطأ كده الاثنين قلبي الدفاع في فريق وادي دجلة، عمرو عادل وكان ضامن معاه ويليام منساء، الاثنين قلبي الدفاع. احمد سلامة حلوة لاحمد حسن مكي العرضية من مكي خطر جدا داخل منطقة. احمد عيد عبد الملك لاحمد حسن مكي العرضية واحمد سلامة لسه المتابعة والآثر يضيف الهدف الثالث. احمد سعيد الآثر، جملة كانت من فريق حرس الحدود اللي بادئ الشوط الثاني
فكرنا بحرس الحدود اللي كان في قمة ازدهاره ونتائجه الكبيرة مع بداية الموسم والموسم الماضي. ادي الكابتن طارق العشري تنفس الصعداء، الاهداف جت متاخره لكن بدا يستريح، بدا يقعد اهو. كابتن طارق سعيد الاحسن، الضربه الركنيه على الارض، عبد الرحمن محي التسديده تخبط الكوره على طول وترد لسه تاني في نص ملعب فريق وادي دجله. رضا جمعه يعلي رضا، كوره عند احمد عيد عبد الملك يلعب واحده عاليه، مفيش تسلل. احمد حسن مكي يسجل الهدف الرابع لفريق حرس الحدود. يعملها احمد عيد عبد الملك، تردد هيثم محمد يخرج ولا ايه، فضل رايح جاي كده لحد ما لحق احمد حسن مكي يشيلها كده ويعلقها من فوقيه عشان تهز شباكه للمره الرابعه. الهدف الثاني لاحمد حسن مكي والرابع لحرس الحدود في الدقيقه 16 من زمن الشوط الثاني. ادي اللعبه الثانيه ده احمد عيد عبد الملك، هي دي كانت نص الجون على طول التمريره دي ومفيش تسلل. وادي هيثم محمد خرج كده خروج فيه تردد كبير، يلعبها من فوقيه احمد حسن مكي بذكاء عشان يسجل الهدف الثاني له في هذا اللقاء والرابع لفريق حرس الحدود. يشيلها كده بالقدم اليسرى احمد حسن مكي ويهز شباك وادي دجله للمره الرابعه، يرفع رصيده من الاهداف ل7 اهداف. احمد حسن مكي، احمد كمال يلعبها حلوه لاحمد عيد عبد الملك، الهدف الخامس تتلعب الكوره على طول. احمد عيد عبد الملك احتفظ بكورته وادى لاحمد حسن مكي عشان يبقى هاتريك في هذا اللقاء. مشاهدينا الاعزاء، بننتقل لتحليل مباريات الاسبوع رقم 25. بيسعدنا ان يكون معنا ضيف الاستوديو الكابتن عبد القادر ابراهيم، نائب رئيس تحرير الاهرام والناقد الرياضي، ويمكن ضيفنا يمكن في معنا من سنوات طويله. كابتن عبد القادر اهلا بيك معنا. مساء الخير يا كابتن احمد والساده المشاهدين، وطبعا يعني انا من اهل البيت. طبعا اهلا بيك. فطبعا انا يسعدني جدا ان انا اكون معاكم في اي وقت، يعني الصبح بالليل اهلا بيك. بالمناسبه ببارك لكم عودة القناة الخامسة مرة تانية إن شاء الله. طبعا إن شاء الله كلها تواجد دائم بإذن الله تستمر، لأن دي يمكن مناشدة مش مني شخصيا، يعني من واقع أن أنا بتغرب كتير وبعاشر المصريين اللي في الخارج. احنا فعلا في حاجة وعايزين أخبار اسكندرية، إن احنا نعرف أخبار المحافظات ككل طبعا والإقليم، لأن للأسف يعني، وأرجو الكلام ده ما يزعلش حد، إن احنا كابتن أحمد بنشوف في لما كنا في الغربة في أي بلد خارج مصر بنشوف الفضائيات ملونة وهوائية، يعني كل واحد على مزاجه بيجيب اللي هو عايزه، لكن احنا بنبقى متعطشين لأخبار اسكندرية والمحافظة فيها ايه اللي حصل والإصلاحات اللي فيها، الرياضة ماشية ازاي، الثقافة، المكتبة، المينا، المصانع. محتاج تعرف كل الأخبار عن وطنك، فاحنا بنتمنى إن شاء الله يعني إن المسؤولين يكملوا جميلهم ويرجعوا تاني. متوقع في شهر 7 إن شاء الله، بداية شهر 7 إن شاء الله. كابتن عبد القادر، يعني الأسبوع ده منذ بداية الدوري الأهلي لأول مرة بيعتلي قمة الدوري بفرق نقطتين عن الزمالك، يعني الأهلاوية أو الجماهير الأهلي بتقول إن إحنا لما الأهلي بيتقدم بيبقى في أول الدوري صعب جدا إنه يتخلى عن موقفه عن النقط، لكن من خلال رؤيتنا المباريات كلها قوية، فيعني في قلق برضو، الناس بتقول لا مش بسهولة، حتى الأهلاوية بعضهم بيقول مش. رأيك أنت إيه؟ زيهم. أنا المباراة الدوري لسه فيه. طبعا يعني الدوري ما زال فيه. مش ده فريق الاهلي اللي هو كان زمان يقول لك لو فرق نقطه وفرق هدف الاول يا كابتن احمد يتمسك. الاول الاهلي بيبقى فارق ب6 نقاط لو تفتكر، و8 و4 ويبقى خلاص حاسم الدوري قبل الدوري ما ينتهي ب4 اسابيع تقريبا او ب3 اسابيع. السنه دي الاهلي كان هو المتاخر. فتاخر الاهلي ده وانه دلوقتي يفضل ماشي ويعوض النقاط وبعدين يوصل دلوقتي ان هو يعتلي القمه، فده معناه ان الاستقرار اللي حصل بقدوم مستر مانويل جوزيه. واذا كنت انا يعني في بعض الاشياء انا بعترض على اسلوبه وعلى يعني على طريقه تعامله مع الاعلاميين، لكن دي حاجه تانية خاصه. لكن هو رجل يعني النهارده هو اللي كسب النادي غير شكل الاهلي، تغيير. ده مش موجود للاسف في انديه تانية كتير جدا. تمام. واعتقد يعني مش اي مدرب يقدر يطلع بركاته سيد معوض بسهوله، وما حدش يقبل، والاهلي وحش طبعا.
انما اللعيبه هو يعني نظامه مع بس بص يا الفرقه، كابتن أحمد. لعيبه بتتقبل كل حاجه، وهو انا اتمنى زي ما احنا بنتقبل من الاجنبي نتقبل من المصري من الوطني. يعني النهارده بيتقبلوا ان مستر مانويل جوزيه يشخط فيهم ويدي لهم جزاءات ويمنعهم التمرير ويكرشهم بره ويطلع نجوم. تغير لعيب في اي وقت. اتمنى ده كمان يبقى للحكام. زي اللاعب المصري النهارده بيحترم الحكم الاجنبي والمدرب الاجنبي، ولا يحترم الحكم المصري ولا المدرب المصري. ليه؟ ليه؟ فدي برضو ثقافه عايزين بقى احنا نتعلمها جديد. للاسف عايز جيل يطلع يحترم الوطنيه، يحترم علم مصر، يحترم رمز البلد. ما ينفعش ان احنا نعترض على الحكم المصري دايما، وان احنا نهاجم المدرب المصري دايما، ودايما الاجنبي هو اللي عندنا المفضل. ما احنا ماتش الاتحاد يا كابتن احمد اللي حصل فيه الكارثه، اللي حصلت فيه الفضيحه اللي على مستوى العالم، فضيحه طبعا. وللاسف انا كنت بره مصر وما كانش ليه اي سبب على فكره. والله يا كابتن هي ما كانش ليها اي سبب. انا الناس اللي حواليا مش مصدقين ايه الفضيحه دي. يعني مع عفوا في اللفظ، يعني انا اسف الساده المشاهدين، شويه عيال بيضربوا لواءات. ايه ده؟ ايه ثقافه البلد؟ ودول يردوا الكراسي، ودول اسكندريه. ده احنا اسكندريه دول يعني معروفه اسكندريه ان الناس مش عصبيه، والكورنيش والهوا والمكتبه والثقافه والحضاره اسكندريه. ده يحصل مننا للاسف طبعا كان بشكل. ومع احترامي انت كنت بس بتقرا خبر، اسمح لي يعني انا اسف يمكن يكون اتفضل يعني نبدا مباراه الخمسه. انا اسف يعني انا بكون اللي هو محاوله الافراج، محاوله الاتحاد يتدخل الافراج عنه. انا مع احترامي يعني يا جماعه هنفضل لحد امتى نجامل اللقاء؟ اي مخطئ لابد انه يعاقب يعني، والا الامور مش هتبقى لازم. انا بتكلم اهو في بيتي في القناه الخامسه يا جماعه، انا مستاء جدا من اللي بيحصل طبعا في المنشيه وفي محطه مصر بعيد عن الرياضه. ما ينفعش الفوضى والغوغائيه ترجع، مش عارفين نمشي في الشوارع من كتر البائعين الجاهلين. حقك مش بدراعك. ما ينفعش. محدش ما يقول لك هنعمل لهم ايه؟ هنوديهم فين؟ طب هم كانوا فين الاول؟ ما هم دول عندهم محلات. يعني انت دول ما لهمش اكل عيش نشيلهم على راسنا. بالعكس، لكن هم بيطلعوا من محلاتهم. مش ده منظر. فده برضه بيحصل في الرياضه يا كابتن. ما ينفعش ان انا اروح اقبض على 17 واحد، مع احترامي لرجال الشرطه ولرجال النيابه. كان بيحصل على فكره، كان بيحصل ان بيتقبض على رموز التشجيع في كل الانديه، بس بيتقبض عليهم مش تدخل رجال اعمال بيخرجوهم. ما ينفعش يا كابتن. ده يمكن اللي وصل العمليه فيها تسايب شويه. ما ينفعش نتكلم بصراحه. لابد من عقاب الخارجين عن القانون، لابد من عقاب المخربين مهما كانوا. لكن انا اخد 17 عمال على بطال، فيهم ناس مظلومه وفيهم ناس اصلا ما نزلتش الملعب، وسايب اللي نزلوا الملعب واللي كسروا قاعدين في بيوتهم بياكلوا وينعموا واضحين. ولقطات المباراه يعني هي يعني شافه وباينه. ده مبدا مرفوض، ده مبدا مرفوض. لازم نرجع تاني، لازم رجال الشرطه ورجال الامن نحترمهم، ولازم نسمع كلامهم، ولازم يعني يطبقوا القانون على الخارجين، لكن ما ياخدش عمال على بطال. ما ينفعش يعني العمليه يعني هل ده مين الواد ده مين؟ يعني كل الناس مين نزل ازاي؟ يعني عيب ان راجل شرطه يجري ولا عيل زي ده. طبعا. ازاي سمح له يجري؟ ازاي سمح له ينزل؟ احنا بنتفرج على ماتشات عالميه وخارجيه 7 تنفار بيجروا ولا مش قادرين. ليه؟ عشان ايه؟ مين اللي خرجه اصلا؟ وبعدين بقى لما مسكوه كده الناس زعلانه، طبعا يقول لك يضربوه. لا بص الشرطه بتعمل فيه ايه؟ ما هو لازم تعمل فيه كده. ده بيسحلوه، لازم ده حقهم، لان ده اساء لنا على مستوى العالم كله. المشكله ان طاقم التحكيم كان نمساوي ونمسا واتصاب، فيهم واحد اتصاب. كابتن احمد هو اللي اتصاب ده هيرجع مصر تاني؟ لا طبعا. انت شفت الصحف؟ ده ما كانوش عايزين يطلعوا من المباراه، فكره ما كانوش عايزين يطلعوا من الملعب، كانوا عايزين السفير يجوا بتاع، كانوا اتاخروا شويه. دخلت على كانوا خايفين يعني من النت على المانشيتات اللي كتبوها بقى في النمسا الحكام الاجانب دول. اساءه لمصر غير طبيعيه. احنا بنقول يلا يا رب يوم السياحه يقول لك مش هنبعت حكام يا رب. طبعا انت يا كابتن لو سافرت اي بلد والناس قابلتك وحش مش هتروح، فما بالك انك اتضربت وتعورت. على فكره المباراه ما فيهاش اي حاجه. شفت المباراه ولا لا؟ يعني شفتها طبعا. المباراه ما فيهاش اي حاجه يعني. من اولها لاخرها، والاتحاد لا يستحق الفوز فيها، مع احترامي لجماهير النادي ومع احترامي لاهل بيتي، وانا من ابناء نادي الاتحاد وانا ابن النادي وانا فخور بكده. لكن ما ينفعش ان انا ادي مباراه. وبعدين ايه دخل اللاعبين في التدخلات؟ بيدخلوا يحوشوا مين؟ هم مالهم؟ مش دورهم. ما يسيبوا رجال الشرطه هم اللي يدافعوا. ما هو ده برضه استفز الجمهور طبعا. لكن لا، ده منظر غير حضاري ان الناس تبقى ملمومه كده. كل دول نزلوا الملعب ازاي يا كابتن احمد؟ ازاي نزلوا الملعب؟ صعب جدا. المفروض يعني المفروض اللي ينزل الملعب دور واحد له عمل، صحفي، مصور. هم بينزلونا احنا بالعافيه. بينزلونا احنا بالعافيه وبالكارنيه. انت فاكر عشان تخش تعمل لقاء بالعافيه. الكارنيه بتاعك يا كابتن احمد احنا عارفينك، يا كابتن عبد الله احنا عارفينك، بس طلع الكارنيه. ما ينفعش. مش عارف يعني ده ايه ده؟ طيب لا، لما ده بقى يروح السجن
امه تعيط تقول لك ده عنده امتحان، طب انت وديتيه ليه؟ ده ما عنده امتحان. ابوه يروح يعمل احتجاج عند النادي. هي مش دليل الوطنيه دي ولا دليل حب الفريق يعني. يا كابتن احنا فهمنا الثوره غلط. فهمنا الثوره ان ده الاخ ده حسين ده اسمه مش ده حسين فهمي؟ حسين فهمي. مالك انت ليك دور في الملعب، انت مالك تروح تدافع عن فلان انت ليه تدخل مع الجمهور ومع الامن ليه؟ وبص رجال الامن هم اللي حموه في النهايه، يعني اللي حموه في النهايه هم رجال الامن. لا طبعا صوره يعني. فللاسف اتفضل. ده عنده كام سنه كابتن احمد؟ حتى العقاب. لا الواد الصغير ده عنده كام سنه؟ ونجم النجوم الكابتن ابراهيم الشايب اللي كل مباراه ياخد انذار. ادي لعيبه الاتحاد اللي احنا بنقول الاتحاد في المركز الاخير. طب ما هو في المركز الاخير ليه؟ الاسباب ايه؟ مش في حاجات كتير غلط يا كابتن. في طبعا يعني الفرقه مش لا معلش انا حتى المباراه ما فيهاش ظلم يعني ولا حاجه. يعني ارجو ان ما حدش يزعل والناس تتفاهم وما حدش يتعصب ويقول لك ولادي عندهم امتحان وولادي مظلومين، وديتهم ليه؟ لو عنده امتحان يقعد جنبك في البيت يذاكر. طب الاتحاد ممكن يعني في تصريح هنا طالما انت دخلت وبنتكلم على الاخبار اللي قلناها شويه، دكتور عفت كان بيقول ان هو متفائل وبتاع وان هو فاضل له يوصل نقطه 29. توقع دي اللقاءات اللي فاضله له الزمالك والاسماعيلي وانبي والمقاولين والزمالك وسموحه والزمالك وسموحه. يعني بس انا من المتفائلين دايما. وبحب يعني ربنا قال لنا لا يأس مع الحياه وانا بقول في الرياضه لا يأس مع الاداء. لا يأس مع الاداء بس بمعنى ايه؟ طول ما انا بأدي كويس ما يأس. لكن الاتحاد لا يؤدي بشكل يمكنه من البقاء. مباراته مع بتروجيت اللي كانت تعادل 1-1 كان شكل اللعيبه انها يعني مكتفيه بالتعادل. كابتن وادي دجله دي مباراه حياه او موت. ده لازم الماتش ده المباراه دي ب6 نقاط. شفت اداء في الاتحاد يقول لك ضيعنا فرص وكنا كويسين. بطلوا وهم. انت كويس تجيب جوال، ده اللي انا اعرفه. تمام. ولازم نفهم برضه انا يعني اصلي عندي لعيبه مصابه وماتش انبي برضه الفرق يعني ان الفرق تهبط او تصعد او بتاع. لكن هو الاعلام صور فتره من فترات يقول لك الاتحاد استحاله ينزل. مش متخيلين شكل الاتحاد الدوري من غير الاتحاد. مع احترامي يعني واحد قال لك طب ما هو اشمعنى كان من غير الترسانه ومن غير منصوره ومن غير الاولمبي ومن غير ان الفرقه بتقعد بمجهودها. لكن مش هنقعد فرقه. انا لسه بقول لك لا يأس مع الاداء. يعني انت احنا زعلانين الاتحاد هينزل بس نتمنى انه يقعد بمجهوده. بالظبط. يعني ايه المتعه ان انا اقعد بقرار؟ يعني ايه المتعه ان انا ابقى مدير فني او رئيس مجلس اداره بحكم محكمه واقعد بقرار او بحكم محكمه؟ يعني في ناس بتجد لذه ان هو يرجع بحكم محكمه. اقول لك شايف القضاء انصفني. يعني ما كانش مجهودي في الملعب ملهاش فرحه يعني حتى. بص الاتحاد يا كابتن مش في المركز الاخير يعني بفعل الاتحاد في المركز الاخير باداء سيء بمشاكل اداريه بمشاكل ومجالس مجلس. كابتن احمد ان هنرجع تاني نتذكر فاكرين تمرد اللاعبين في فريق كامل يتمرد على ناديه وعلى مجلس ادارته قبل مباراه المقصه كمان. وبعد الثوره كان في مشاكل ويلعبوا بالناشئين ماتشين وغيروا مجلس الاداره وعايز بعد كده تثبت. طب ما انت كل ده لازم يؤدي بيك الى مشاكل صعب جدا. فانا بحب دايما نحط النقط على الحروف يا كابتن. ما ينفعش ان احنا نفضل نجامل لان المجامله كتير بتؤدي الى نتائج اسوء. الدكتور عفت من حقه يتفائل طبعا هو رئيس مجلس اداره من حقه ولازم اللعيب يبقى عنده امل يعني. بس واحنا لازم عندنا صعبه جدا بالظبط. لكن ادي وحسسني انك زي ما بنقول واحنا كنا بنلعب زمان يا كابتن بناكل النجيله في الارض. الملعب حمره ولا شمس. حتى لقاء الاخير مع بتروجيت ما كانش كده لان اللعيبه 3/4 مش من نادي عايزين يقبضوا. بس في نادي في الدنيا في اسكندريه كلها او في القاهره مرتبات 120,000 جنيه في الشهر مرتبات. طب ما انت بتديله ملايين يا عم. ما هو يسكن وانت مالك؟ انت بتديله في ملايين وتسكنه. هو قاعد في الخليج. دي قصه انا مش فاهم بصراحه يعني. انا نفسي افهم هو نادي الاتحاد ده اسمه نادي الخليج العربي اللي يجي فيه ياخد شقه وياخد ملايين يا كابتن. وياخد ملايين وما يجيش. ابراهيم سعيد فين يا كابتن؟ وخد من النادي كتير وما جاش. وبعدين ما تيجي تبيع اوتوبان يقول لك باع اوتوبان وهنرفع عليه قضيه. وانتوا عندكم طب حد يبيعه غيره؟ ما هو هيمشي ببلاش. الو بعد يمشي. معانا مداخله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ احمد عامل ايه؟ متعرف عليك. اشرف فارس مع حضرتك يا فندم. الله يبارك وسلامي للضيف العزيز الكريم اللي عندك. كابتن عبد القادر ابراهيم طبعا الناقد الرياضي ده غني عن التعريف يا فندم. والله انا بقى عايز اتكلم بس عن موضوع الاتحاد وكان وادي دجله. اتفضل. دي قله من الجماهير. دي مش جماهير الاتحاد. انا راجل كنت قاعد في الباب واحد وكان معايا ابني صغير. دي المؤامره دي معموله من ماتش الحرس من دي. القصه دي اتقالت. القصه دي انا كنت موجود. انا كنت قاعد في باب 2 في ايام ماتش الحرس. ما جت الدقيقه 86 الجمهور كله قال لك ننزل.
طب استاذ دي قله من الجماهير. بعد اذنك بس استاذ اشرف ممكن سؤال؟ هو مال حضرتك يا فندم؟ المؤامره يعني انت جبت كلمه، اصل كلمه مؤامره دي حاجه كبيره قوي، يعني جبتها المؤامره ازاي؟ يعني مين اللي عملها ومين افرادها؟ يا ريت تقول على الهوا لها قصه، طالما انت تعرف. لها قصه الجريده المصري ناس راحوا هم بيقولوا عندهم سي دي بهذا يعني. انا في كنت ناس الحلقة طلعت اللي فاتت. نفته. انا في كنت ناس قالوا طلعت احنا معانا سي دي ولو النيابه طلبته ما هو نادي هنقوله. الاتحاد رفع عمل بلاغ للنائب العام. قالوا معانا سي دي، في واحد جه قال لنا وقال في اشخاص واحنا كذبوه يا ودفعوا كابتن لنا. كذبوه. انا بقول لك ان احنا بلغنا النائب العام. ايه الكلام لا ده انا بس وصل عايز اعرف من لل- الاستاذ للجمهور. اشرف اذا كان هو بيقول دي فيه مؤامره، يعني ايه انت ايه تاكيدك على صدق كلامك ده؟ اللي انا كنت قاعد في ماتش حرس الحدود، نعم. وكانت الدقيقه حوالي بتاع 86. قال لك احنا لو الحكم قبل ما يصفر بانتهاء المباراه، ده كان نفرين كان على الحديد، احنا هننطه. مين احنا؟ شباب كان موجود. شباب كان موجود. كان يعني هينط، مفيش كان طرف في هيبوظوا برضه النادي، الماتش. مفيش طرف معاهم المسؤولين في النادي؟ لا 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 لا, ده مفيش كان طرف. شباب واقف. يعني ده اتفاق جماهيري. ده شباب كان واقف، بس طب دول بذمتك يا من أستاذ دول مش أشرف؟ من جماهير الاتحاد. هل ده صح؟ انا كنت موجود برضه في ماتش وادي دجله. هل انا ده كنت قاعد صح؟ في باب واحد. هل ده صح؟ في باب واحد. هل ده فاهمني؟ صح؟ انا لمؤاخذه الدرجه اللي هم نزلوا دول كان من باب واحد. اللي نطوا دوت الاولاني، النط اللي كنت حضرتك بتتكلم عليه بتقول مين اللي هو اللي بيجري دوت، ده نط من باب واحد. طب والناس اللي واللي كان لابس رمت ابيض برضه النط الكراسي اللي بعد منه كان من باب واحد. والناس اللي رمت الكراسي من المدرج على الامن المركزي. طب دي كانت استاذ المقصورة، اشرف دي ناحية انت المقصورة. حضرتك الاخ اللي هو اللي احنا شفناه وشاورنا عليه ده، قلنا يعني ده ما اتمسكش، والناس اللي موجوده في السجن دلوقتي هي دي اللي احنا عايزينها، اللي ما نزلتش اصلا. ما هو الشباب دلوقتي البريء اللي هو ممسوك دلوقتي في حاجه اسمها سي دي، وفي الاشكال اللي موجوده كانت في ارض الملعب اللي نزلوا اللي جابوهم واحد دول يتجابوا. احنا مش عايزين طبطبه. تمام. احنا ما يهمش الكلام. انا بص، انا اتحداوي من يوم ما اتولدت، عندي 48 سنه. انا ما يهمنيش الاتحاد ينزل، برافو عليك. بس المهرجان اللي حصل دوت انا ما بقبلهوش. انا ابني كان عنده 7 سنين بيشجع الاتحاد، قال لي انا مش عايز اروح لنادي الاتحاد تاني. انا طلعت من باب اللي هي المقصوره الشرقيه، انا وابني، والله العظيم كنت اخد كورس انا وابني. لا حول. طبعا كل واحد معرض انت رايح تتفرج وتستمتع مباراه. حاضن ابني اما تقلب الحال كده معرض لاي حاجه طبعا. انا يعني النظام انا بتفائل برضه ومتفائل مع كابتن. توقعاتك ايه طيب للمباريات اللي جايه؟ الاتحاد مش هينزل بامر الله. ازاي طيب بس؟ يعني انا متفائل، مش عارف سبحان الله. تفائل زي ما انت، بس ازاي؟ ما احنا هنحسبها بالارقام. ما يمكن حاجه الهيه ربنا يكرمنا. خلاص ونعم بالله ما نقدرش. يبقى احنا ما عملناش طول الموسم يا رب. بس انت يا استاذ اشرف احنا دايما نفضل نتواكل على الله ونعم بالله. لا احنا بقى المفروض نعتمدوا بقى على الناشئين، اللي هو اللعيب اللي بيجي بيقول لك هات وعايز، واللعيب اللي ما بياخدش يعمل مؤامره مع اللعيبه عشان ما يلعبوش الحاجات. لا احنا نتفقوا مع الناشئين، في 3-4 ناشئين نحطهم مع ال3-4 الموجودين، يبقوا 8. يبقى احنا وعنصرين كمان مساعده معاهم. بس يعدي الدوري ده بس ان شاء الله، يعدي ان شاء الله ان شاء الله. بنشكرك استاذ اشرف، شكرا على المداخله. كابتن عبد القادر هنتكلم على مباريات ونقول نتائجها كده، ناخد فاصل بس ونرجع نتكلم تحليل على الفرق وموقف الدوري واحنا في الاسبوع رقم 25. بنعود مرة أخرى لفقرات برنامجنا، معنا مداخلة تليفونية. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا كابتن أحمد؟ أهلا بيك. أنا زي ما هنيت يوم الإعلام بهني النهارده البث التجريبي على الفضائية الإسكندرية. بنشكر حضرتك من اسكندرية. معاك محمد. أهلا بيك أستاذ محمد. ومنورنا الأستاذ عبد القادر الناقد الرياضي المعروف طبعا. أهلا بيك. ومنورنا في شاشة اسكندرية اللي هي شاشتنا كلنا. أهلا وسهلا. وأنا عايز أخرجكم شوية عن موضوع الاتحاد ووادي دجلة ده. اتفضل. ونتكلم عن موضوع الحكام المصريين اللي هم اثبتوا جدارة دلوقتي. كانوا كويسين والله، احنا لسه هنتكلم عليهم مع الاستاذ عبد القادر. كانوا كويسين. يعني انا بس اقول رايي بس ان احنا يعني نضع الثقه في حكامنا المصريين. واخد بالك؟ ايوه. فيعني الحمد لله حكامنا المصريين بخير. يعني رغم الدفوهات ورغم الاخطاء فدي موجوده في كل حكام العالم. يعني النهارده حكم لقاء الاهلي، انا اعتقد ان هو يعني في كوره بتاعت عبد الظاهر اعتقد اللي قالوا عليها فيها، بس لما اتعادت كذا اللي هي الاوفسايد، حاجه بسيطه جدا فيها تسلل فعلا. يعني اعتقد الحكم مستوى جيد جدا النهارده. بس مش يعني ما فيش حاجه، يعني الحكم بشر برضه يا استاذ احمد، ولازم يغلط زي ما اللعيب بيغلط وزي ما المدرب بيغلط. يعني ما احنا شفنا برضه الحكام الاجانب اللي جابوهم برضه من خارج مصر
برضه كان في اخطاء كانت باينه جدا يعني. بقول لحضرتك يا استاذ محمد، يعني النهارده جوزيف في الشوط الاول غلط، هو حس انه غلط. طبعا، وهو ادرك خطأه في الشوط الثاني. وادرك خطأه في الشوط الثاني وعدل وهاجم بعد طبعا. هنسمع بقى اراء ناقدنا الكبير الاستاذ عبد القادر، طبعا ده ليه باع كبير في الحاجات دي طبعا. ونستمتع بارائه كلها في النقد الرياضي. استاذ محمد، طبعا انا بقيت حضرتك، ويمكن حضرتك لو متابعنا من اول البرنامج مع الكابتن احمد، انا كنت بقول لازم ندي لحكامنا فرصه، ونحترم قراراتهم، وندي كمان للمدرب الوطني الفرصه ونحترمه، ونعمل له حساب. طبعا مظبوط. طالما احنا بنجيب الاجنبي ونرفع له القبعه ونسمع كلامه، ولما يجي يخرج نجم يسكت، لازم ده يحصل مع المدرب الوطني ومع الحكم الوطني، خصوصا زي ما حضرتك قلت ان احنا جبنا حكام اجانب وشفنا ان الحكم الاجنبي برضه بيطبق. لا، هو بيطبق ايه؟ قانون واحد. يعني نفس القانون اللي عندنا، هو اللي في المانيا، هو اللي في برشلونه، هو في اسبانيا، هو في روسيا، هو في امريكا. فاحنا لازم ندعم زي ما بيقول الصناعه الوطنيه. سواء كان حكم، سواء كان لاعب، سواء كان مدرب. وانا الحقيقه برضو بشكرك جدا انك لفتت نظرنا لموضوع التحكيم، لان انا بشفق عليهم. الحكم النهارده حتى لو زودوا البدل بتاعه، الحكم النهارده بيركب عربيه، مع احترامي يعني، بالظبط 128 ولا حتى من اي عربيه، مش لازم اقول اسم، وشايف لاعب اللي هو بيحكم له ويمنعه كذا نفسيا يعني، حتى سيكولوجيا زي ما بيقولوا يعني. غير كده ما بيقبضش مرتبه او حتى حقوق المباراه ما بياخدهاش استمرار يعني. فالنهارده لحد امتى ان انا احرمك وادي غيرك؟ وفي نقطه ثانيه يا استاذ عبد القادر بعد اذنك، دلوقتي حكايه الحكام بتوعنا كلهم بيفشلوا في كل اختبارات كوبر والحاجات دي. انت هندعم حكامنا وانت مخليه يخطأ ويصيب عشان نقدر يبقى لنا حكام دوليين بره. ما انا هقول لك بس احنا نديهم الثقه بس الاول في المباريات، نديهم الثقه بس جماهيرنا، نديهم الثقه. استاذ احمد صح كده. استاذ محمد، هم كمان الحكم عشان ينجح وعشان يبقى عنده لياقه مستمره ويبقى عنده ثقافه، لازم تديله دورات وندوات. انت اللي عندك فلوس تصرف عليه ندوات يا راجل، ده انت ما بتديلوش تريننج. خبر ابيض، يعني ابسط حقوقه يعني عموما يعني ربنا لكم حلقه جميله ان شاء الله. يعني هو يعني ان الجماهير بس تهدى عليهم شويه كده، وان شاء الله اكيد مستوياتهم حتى مع الثقه اكيد حكامنا هتبان ان شاء الله. اشكرك يا استاذ محمد، احسن معانا مداخلات، عدد كبير جدا من المداخلات النهارده. كابتن عبد القادر، نقول بس نتائج كده الاسبوع رقم 25: الاتحاد وبتروجيت تعادل 1-1، مقاولين والمقصه فوز المقصه 2-0، سموحه واتحاد الشرطه 1-1، انتاج الحربي والجونه فوز الانتاج الحربي 1-0، الزمالك وطلائع الجيش 0-0 تعادل، حرس الحدود فاز على وادي دجله 5-0 هنا في اسكندريه، والاسماعيلي والمصري تعادل 0-0، الاهلي وانبي 2-1. الاسماعيلي والمصري على فكره كان في احداث برضو سيئه بدون اي داعي، جماهير المصري يمكن حطمت القطر، حطمت محطه الشيخ زايد، ما هو برضو لازم الكابتن ملاش اي معنى. النهارده شفت لقاء برضه حط في طوب وحط بدون اي معنى، تفسير في لسان، المباراه ماشيه ما فيهاش اي مشكله. كابتن احمد، حضرتك مدرب وبتعلم ولادك ثقافه ان انا التزم، وان انا اكون عندي قبل اللعب يكون عندي اخلاق. ما ينفعش ان انا الجمهور طول ما، سواء جمهور الاسماعيلي، الاتحاد، الترسانه، الاولمبي، الزمالك، الاهلي، طالما الجمهور بيكسر وانت بتسيبه، مفيش ردع، مفيش قانون بيقول له تعالى ستوب، انا لو انت كسرت دي هتدفع ثمنها او تصلحها او هسجنك. طول ما احنا سايبين الجماهير تعمل شماريخ، وطول ما لجنه المسابقات عماله تعاقب الانديه وسايبه الجمهور اللي بيأذي والشرطه عارفاه، يا انت لجنه المسابقات دي انا مش عارف برضو، اسمح لي اقول لك، في الخليج العربي كل ماتش تاخد لها 20-30 الف جنيه. قال ايه؟ الجمهور شتم. انت بتعاقب النادي ليه؟ الجمهور اللي شتم طالع في الصوره، جيبهم سلمهم للشرطه وبيقعد ناس جمبهم. فطول ما انت كابتن احمد، عشان مش عايز انا اتكلم كتير وناخد مداخلات، طول ما الجمهور ما حدش بيعاقبه هتلاقي في كل مباراه هتلاقي تكسير. معانا مداخله تليفونيه. الو. ايوه حضرتك ازي حضرتك كابتن؟ اهلا بيك، قدم نفسك بس تعرف عليك. محمد مصطفى. اهلا بيك يا محمد، اتفضل. برحب بالكابتن عبد القادر مع حضرتك. اهلا بيك. معاك كابتن عبد القادر. انا حضرتك عايز اناقش المشكله بتاعت نادي الاتحاد. هي حضرتك المشكله اكبر بكتير من مساله الموسم الحالي اللي احنا فيه. تمام. المشكله اعمق من كده بكتير. الاتحاد بقى له اكتر من 7-8 مواسم بيعاني برضه من نفس ازمه ان هو بيتعرض كل سنه لضغوط. الى جانب يعني احنا الحل العملي للمشكله دي مش ان احنا بس يعني نبص للمشكله حاليا تحت رجلينا، ان احنا نحط حلول للازمه دي. النهارده الاتحاد من الانديه القليله جدا في الدوري اللي كل سنه بيجيب اكتر من 10-11 لاعب، واخر الموسم يمشي منهم 7-8 ويجيب 10-11 تانيين.
وده اولا بيعمل عدم استقرار في الاداء الفني وبيعمل ازمات ماليه عند النادي. لازم يكون يعني المشاكل اللي بيتعرض لها النادي مشاكل اداريه. قلنا لجنه كوره بس بيتدخلوا في اعمالهم قالوا للاسف. طب محمد طبعا انا بشكرك على الكلام الواعي الجميل اللي انت بتقوله، انك حطيت ايدك فعلا على مواطن السلبيه. انت قلت كلمه عجبتني، قلت لازم يكون في حلول. الحلول من وجهه نظرك ايه؟ خطط. هو الراجل بيتكلم كلام طبعا يعني يشترك فيه، يعني هي مش مسؤوليه اللي هي بتوع الجيل ده فعلا، يعني مجالس ادارات عديده وسياسه النادي منذ فترات وحتى اعتمادهم على الناشئين، يعني كذا حاجه ما قدرتش تمكن الاتحاد انه يبقى عنده فريق قوي يقدر يستمر. كابتن عبد القادر، على بال يمكن معانا مداخلات، يعني نقول الاهلي وانبي لقاء اليوم رايك فيه؟ نتكلم بسرعه لان احنا معانا كبير ومكالمات. رايي ان الشوط الاول لعبا ونتيجه يستحقوا انبي. يعني لو المباراه لو المباراه كانت شوط واحد يبقى انبي يستحق. حقيقي الاهلي ما كانش موجود خالص، باصات مقطوعه كتير جدا جدا يعني نص الملعب. واحسن حاجه في انبي يا كابتن احمد انه كان بيضغط مش من نص الملعب، من تلت الملعب على النادي الاهلي. الكوره بتروح من الانبي تلاقي 3 على 1. تمام. النادي الاهلي في الشوط الاولاني فعلا ما كانش موفق اطلاقا. يعني انبي لعبا ونتيجه اداء، الخطوط متناسقه جدا، متجانسه، في انضباط تكتيكي، في لياقه بدنيه، كان افضل بكتير. بس هو يمكن العيب في الشوط الثاني انبي افرط في المجهود، ما عرفش يوزع في الناحيه البدنيه، ما عرفش يوزع فجت على حساب اداء الشوط الثاني طبعا. وبعدين لازم نشيد بقى في الشوط الثاني باداء مستر مانويل جوزيه، اداء تكتيكي عقلاني 100 قدر بتغييرات يعمل دومينيك كان اعاده هيكله لخطوط النادي الاهلي الحقيقه، فكان رائع جدا. والنادي الاهلي بقى عشان نادي كبير وعنده يمتلك العزيمه والروح والتصميم على الفوز وحاطط هدف قدامه ان انا عايز اكسب الدوري، ساعدوا في ان شكل التغيير يبقى كويس، فالاداء اتغير. وشفنا انا الحقيقه كمان فرحان جدا لعوده عماد متعب، لان انا ما ببصش للنادي الاهلي بس، انا ببص لمصر. احنا محتاجين فراوده في منتخبنا، ودي كانت مشكلتنا في الفتره اللي فاتت. فنجاح عماد متعب وافضل شيء انه قدر يدي المباراه كامله يعني النهارده برضه. ولكن انا لسه برضه بقول لك ان انا مبسوط جدا النهارده الفوز الاهلي الحقيقه، لكن لسه منافسه قويه. طبعا الزمالك التعادل امبارح يمكن برضه المباراه، الزمالك رغم استحواذ على الكرة اغلب فترات المباراه لكنه ما تمكنش. ما هو كابتن كرة القدم مش استحواذ. كرة القدم مش استحواذ. يعني النهارده انبي ليها حوالي 7 8 كورنر والاهلي ليه كورنر. احنا قبل الهوا انت قلت كلام عجبني، قلت الزمالك شيكابالا بس ما فيش شيكابالا، شكرا. شيكابالا ضيع الجول ما جابش جوان، لكن انبي النهارده كرة جماعيه. فهي دي الميزه. يعني النادي الزمالك النهارده لازم ينسى ان انا عندي نجم اوحد. النهارده شوف مين اللي جاب الجول بتاع انبي النهارده. محمد ابو العيله. جول رائع، جول رائع، جول رائع حلو جدا طبعا، وتكتيكي، وواضح ان في تدريب عليه. يعني فرد من ضمن مجموعه.